أن العبادة وإن قلت وكانت على السنة أفضل من عبادة كثيرة على غير السنة. قال ابن عمر: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ليس المقصود كثرة العبادة، وإنما كيفية العبادة ونوعية العبادة، بأن تكون عبادتنا على السنة. لذلك انظر إلى الخوارج، كانوا يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن أكثر من الصحابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني يصلون أكثر منكم، يزكون أكثر منكم، يحجون أكثر منكم، يقرؤون القرآن أكثر منكم، لكنهم كلما ازدادوا عبادة ازدادوا من الله بعدا. ليش؟ لأن عبادتهم ليست على السنة، لأن عبادتهم ليست على السنة. تحقرون، شوف كلام النبي: تحقرون صلاتكم، يعني كأنها لا شيء، لكنهم على منهج غير منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك عبادتك يجب أن تكون على وفق الرسول.